الله الرحمن الرحيم. وكنا معنا الجلسة مع عامل إقليم تارودنت. يعني هذه الجلسة الثانية، لأن كانت الجلسة الأولى كنا تحدثنا على المنظومة الجديدة هي مسار، وشرحنا لنا شنو هو مسار ولماذا جاء مسار في هذه السرعة. والآن استجاب لنا لأن الدعوة الثانية في مدينة ولاد برحيل، لأنه كنا بين جزء نقطة أن تحدث عليهم مسار تحدثنا على تارودنت، واليوم تحدثنا على مشاكل ديال الليسي. هما الثانويات كانوا حاضرين معكم؟ الثانويات اللي كانوا حاضرين معكم في هذا الاجتماع؟ كانوا الثانويات اللي في هذا الاجتماع الثاني، يعني كانوا ما بين تافين جولد او لوز، وكذلك اولاد عيسى والفاضله. طرقنا لمجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها الثانويات الداخلة، يعني شفنا ممثلين لها الثانوية. المشاكل اللي كتخص القسم الداخلي بشكل خاص، يعني من بينها مثلا يعني الاكل، يعني الاغذيه ما كايناش مراقبه، ما كايناش بزاف د الحوايج، يعني الاناره ما تبقاش بزاف د الوقت، وما كاينش قاعه المراجعه بالنسبه للداخلي اللي كيبقاو مده طويله. والمشاكل اللي كتخص الثانويه بشكل عام، مثلا داك الشهور ديال اللي كيخص التيران، يعني هو راه كيشكل واحد العائق اللي يعني هو اللي عجز حتى الاساتذه باش ما عندهم حتى شي غايه اخر، كيضطروا باش الحصه ديال التربيه البدنيه. وكذلك شفنا الامور اللي كتخص يعني خاصه في القاعات اللي هو ناتج عن يعني الاكتظاظ. وبالنسبه للثانويه اللي كنا في العشر، يعني راه عندنا زاده ما دشناش، يعني راه كنا تنايمتا، ولكن هادشي اللي يعني كتلقى 45 تلميذ في القاعه، من 45 تلميذ في القاعه اش غادي يقراو 45 تلميذ. وغادي طرقنا كذلك القاعات ديال العلوم الطبيعيه والعلوم الفيزيائيه، يعني ابسط العده التجريبيه ما كايناش. صافي. بالنسبه للحوار اللي كان مع العامل، فكانت كانت استجابه، ولكن غير في بعض المواضيع اللي طرحوا بعض التلاميذ. مثلا كانوا جاوبونا على هذه الثانويه هذه الاعداديه اللي غادي تكون في عين العصيب، وقالوا بلي راه غادي يتم التدشين ديالها في اسرع وقت ممكن باش ينقص الضغط على الثانويات الداخله اللي كتطلب تلاميذ من مختلف الدواوير اللي كاينه في المنطقه. بالنسبه للنائب، هو هضر لنا على حتى هو يجاوب على شي حاجه. هما في اغلب الحوارات التدخلات ديالهم جاوبوا على الامور اللي هما كيشوفوها مناسبه لهم. بالنسبه للجانب الامني، حكوا على السلطات نظرا كان البشوات وسميهم، وقالوا بلي راه خاص يستجبوا حتى هما الدعوات ديالنا. يعني حنايا ملي كنكونوا مثلا، غالب الهضره ديالهم اكدوا على هذا الشيء ديال التربيه البدنيه، اكدوا عليهم بلي هما كيخصهم يديروا دورات بالنسبه للليسي، يعني التلاميذ خاصهم يحميو التلاميذ ويستجبوا لكاع المتطلبات ديالهم. وعدونا بلي غادي يحققوا لنا المطالب ديالنا، واخا ماشي كلشي وماشي دابا، المهم وعدونا. عطاكم شي وقت تقريبا؟ المهم قرب وقت قال لك، واخا ماشي دابا. كيفاش كنتوا شفتوا انتم هذا الاجتماع؟ واش بان لكم بانه كاين شي تحسن عن مستوى الاجابات ديالهم، ولا كيبان لكم بانه مجرد كلام؟ لا، كاين معقول، كاين نهضروا حسيتوا بانه كاين ممكن انه يستجبوا المطالب ديالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ممثل تلاميذ الثانويه الداخله. دابا حنا يلاه خرجنا من البلديه، ثم كان الاجتماع ديال تلاميذ دائره ولاد برحيل، وكان لقاء تواصلي، كان الحوار في المستوى، ما كانش ذاك التدخلات اللائقه. ووعدنا السيد العام بتلبيه جميع المشاكل، مطالب جميع المشاكل اللي طرحناها،
طرحنا مجموعة ديال المشاكل بيناتها بينهم التحرش الجنسي للفتيات أمام المؤسسات، عدم الإحساس بالأمان داخل الفصل الدراسي إلى غير ذلك. والسيد النائب كانت ردة الفعل ديالو من خلال الكلام اللي عطانا أنه يقدم لنا غيدير المطالب ديالنا، إلا أن السيد النائب من خلال الكلام ديالو خلينا في الكلام ديالو شوية كيمدح المطالب ديال المديرين اللي كانوا مجموعة من المديرين ديال المؤسسات مخالفين للرأي ديال التلاميذ، وهذا ما جعل التلاميذ بالرد على هذه الحوارات وما قام السيد العامل قام برفض هذه التدخلات للتلاميذ. وكان الحوار في المستوى رغم بعد النقاشات القصيرة، وكان في كل مؤسسة حاضر على الأقل 11 تلميذ 10 ديال التلاميذ وثلاثة تلاميذ، كل ثلاثة تلاميذ اختاروا من المؤسسة باش يعطوا الكلمة، إلا غير أن المؤسسة الداخلية هي الوحيدة اللي هضروا فيها 4 ديال التلاميذ، وكانوا في المستوى وقدموا مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها المؤسسة. وشكرا، هذا هو.